تعرف يا صديقي، مدينة بغداد درة العالم في العصور الوسطى. أيوة بالظبط، عاصمة الخلافة العباسية. في سنة 1258 ميلادية بغداد مدينة العلم والنور وقعت في إيد المغول، واللي حصل كان كارثة ومصيبة. الناس شافوا وحشية محدش يتصورها، لدرجة إن أنت ما تفكرش فيها أصلاً. مثلاً كان المغول بيتراهنوا على الجنين في بطن أمه، ولد ولا بنت، ويشقوا بطنها عشان يثبتوا رهانهم. حاجة مرعبة. الرعب كان كبير لدرجة إن أهل بغداد افتكروا إن دول يأجوج ومأجوج اللي في آخر الزمان. الناس هربت، الكتب اتحرقت، ودجلة نفسه اسود من الحبر اللي نزل من ملايين الكتب، وحرق ونهب ودمار. حرفياً المدينة اتمحت. وإنما بقى الخليفة المستعصم لما سمع نصيحة وزيره بالخروج لمقابلة المغول افتكر إن ده هيحميه، لكن لأ، كان أسوأ قرار خده. قائد المغول لفه في سجادة وضربه لحد ما مات. انت متخيل يعني ايه خليفة؟ مثلا يعني رئيس دولة يتعامل فيه كده؟ ده يدل على مدى الكارثة وكمان الضعف، ومن غير ما يكون في جيش قوي يحميه ولا دولة واقفة في وش الغزو. ساعتها بتخسر كل حاجة. سقوط بغداد ما كانش مجرد هزيمة، ده كان انهيار حضارة كاملة، واللي عاشوا اللحظة دي كانوا فاكرين إنها نهاية الدنيا. التاريخ بيعلمنا إن الحضارة محتاجة قوة تحميها زي ما محتاجة علم يبنيها. من غير الاتنين أي مدينة مهما كانت عظيمة ممكن تنهار في لحظة. أتمنى منك تدعمني كده، يعني لايك رايق، أو خش كده واشترك وخد لفة في القناة. ده احنا كسرنا ال 12,000 على